احنا طول الوقت قدامنا اختيارين، يا اما نفضل نهرب من الواقع ونفضل في الوضع اللي اتعودنا عليه، يا اما نحاول ونجرب طرق جديدة توصلنا لهدفنا. بس انك تغير من نفسك وتبدأ تشتغل على اهدافك مش هيجيلك على طبق من فضة ولا من يوم وليلة. كل يوم لازم تختار انك تواجه مشاكلك وخوفك وتواجه افكارك السلبية. الخوف هو اللي بيخلي دماغنا مش بتهدى ولا تبطل تفكير. ناس كتير حتى مش بيبدأوا أول خطوة ناحية أهدافهم. تفتكر ليه؟ عشان خايفين. الخوف هو أكبر حاجز بينك وبين أهدافك، بس أنت تقدر توصل لهدفك. إحنا دايما فاكرين إن النجاح للناس المحظوظة، يعني من ساعة ما اتولدوا وهم بينجحوا بس الحقيقة لأ. حتى لو باين قدامك إن كل الظروف كانت مهيئة ليهم، مفيش حد ما عندوش مشاكل. كلنا ساعات بيجي في دماغنا أفكار سلبية. كل واحد ناجح اتعلم يواجه الصعوبات اللي في طريقه وتغلب على الخوف والشك والأفكار السلبية وفضل مكمل. لازم تتعامل مع الخوف على إنه وهم مش أكتر. مش المشكلة هنا إنك مش قادر، المشكلة هنا إنك مش واثق في نفسك كفاية، إنك بتتوتر من أول مشكلة، إنك بتخاف وبتقلق زيادة عن اللزوم وبتستسلم بدري. فاختار إنك تفضل مكمل رغم كل ده، لأن كل حاجة بتحصل لك أنت بتختار هتكمل في الوضع اللي فيه واللي مش عاجبك ولا هتحاول تغيره. أكبر عدو ليك ممكن يكون دماغك. يعني لو دماغك ضدك محدش هيعرف يساعدك. ناس كتير عندهم موهبة حقيقية بس للأسف عمرهم ما استغلوها أصلا. تفتكر ليه؟ عشان كانوا خايفين يجربوا. واحد من أكبر الأسباب ورا الخوف ده هو اللي اتعلمناه من واحنا صغيرين. خليك زي الناس، امشي في السكة اللي الكل ماشي فيها، واتزرعت جوانا أفكار إن الطريق ده هو الطريق الصح وأي طريق غيره هيدمر حياتك. كلام زي اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. اتزرعت جوانا الفكرة دي وخلتنا نخاف نسيب شغل بنكرهه أو علاقة بتأذينا أو حتى نجرب بحاجة جديدة لأن المجهول دايما مرعب. وكلام برضو زي المجموع ولا يحدد مستقبلك. كبرنا واحنا فاكرين إن حياتنا كلها بتتوقف على رقم في شهادة. فناس كتير فقدت شغفها بالحياة علشان ما جابتش مجموع طب والهندسة، وإن الشغل أهم من الهواية، فبقينا نخاف ندي وقت للي بنحبه ونسينا إن شغفك ده ممكن يبقى هو سر نجاحك. لدرجة إننا بقينا مرعوبين نختار حاجة جديدة. أنا عارفة إنك تفضل متفائل ومكمل في طريقك صعب، عشان أوقات كتير من كتر الكلام السلبي اللي بتسمعه حواليك يخليك تخاف تبقى مختلف عن الناس، تخاف تفكر إنك تمشي في طريقك وتوصل لهدفك. اللي حواليك بيزودوا الخوف ده كل يوم، ولما تفتح السوشيال ميديا هتلاقي كلام سلبي كتير. الخوف بقى في كل مكان. الخوف من الحاجات دي مش مفروض يوقفك لأنك أصلا مش بتتحكم في الحاجات دي. اللي تقدر تتحكم فيه بجد هو رد فعلك، اختياراتك، طريقتك في التعامل مع الحياة. عشان تتغلب على خوفك انت محتاج تعرف نفسك كويس وتعرف خوفك ده سببه ايه. لازم تجاوب على أسئلة زي: هو أنا بحب أعمل ايه؟ هو ايه اللي أنا شاطر فيه؟ ايه أهم حاجة في حياتي؟ مين أكتر ناس مهمين بالنسبة لي؟ ايه أكتر حاجة بتوترني؟ ايه أكتر حاجة بتهديني؟ يعني ايه نجاح بالنسبة لي؟ وأنا شايف شغلي ازاي؟ هل أنا مبسوط لو كملت فيه؟ ايه اللي بيخليني أتعصب؟ أنا شايف نفسي ازاي؟ ايه اللي أنا محتاجة أغيره في نفسي؟ ايه الحاجات اللي بقدرها وبتهمني في حياتي؟ ايه أكتر حاجة بتخوفني؟ وبعد ما تعرف نفسك وتعرف انت بتخاف من ايه، لازم تعرف انت بتخاف ليه. تفتكر ليه مهم تعرف نفسك وتفهم خوفك؟ لأن من غير ما تبقى فاهم نفسك هتفضل تايه، زي واحد ماشي في شارع ما يعرفوش ومش عارف هو فين ولا رايح فين. فلما تسأل نفسك أنا بخاف من ايه؟ أنا بخاف ليه أصلا؟ انت كده بتوصل لأصل المشكلة اللي جابت لك الخوف ده وبقى جزء من شخصيتك. طب ازاي ده هيساعدك تتغلب على خوفك؟ لما تعرف السبب هتبدأ تشوف الخوف ده على حقيقته مش بحجمه اللي في خيالك. تخيل إنك بتخاف تتكلم قدام الناس. لو ما سألتش نفسك ليه
ليه أنا بخاف أتكلم قدام الناس؟ هتفضل تكرر في دماغك فكرة إن أنا بخاف أتكلم قدام الناس، أنا بخاف أتكلم قدام الناس وخلاص، ما حلتش حاجة وفضلت كده طول عمرك. بس لو وقفت واقفة مع نفسك وقلت أنا بخاف ليه؟ عشان خايف أغلط؟ طب وإيه يعني لو غلط؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ الناس هتضحك عليا؟ طب وإيه يعني؟ طب هل حصل قبل كده وضحكوا عليا؟ ممكن يكون لأ، يبقى أنا بس كنت متخيل كده. وقتها بتكتشف إن 90% من خوفك كان جوه دماغك مش في الحقيقة أصلا. لما تعرف نفسك وتفهم خوفك وتعرف سببه الحقيقي هتقدر تتحكم فيه بدل ما هو اللي يتحكم فيك، وقتها تبدأ تتحرك لقدام حتى لو ماشي بخطوات صغيرة. الخوف هو العدو الحقيقي، احنا بنستخبى طول الوقت وراه عشان يبقى عندنا أعذار وهمية. بس الحقيقة الخوف مش بس بيمنعك تعيش حياة سعيدة دلوقتي، ده كمان ممكن يدمرك نفسيا وجسديا بعدين. كل واحد فينا عنده نوع من أنواع الخوف. انت بتخاف من ايه؟ الرفض، الفشل، التغيير، الحوادث، انك تخسر شغلك، انك تكبر في السن، انك تبقى لوحدك، انك تخسر فلوسك، انك ما تعرفش تدفع فواتيرك، انك تمرض. الخوف ليه نوعين. النوع الأول خوف من حاجة ممكن تحصل لينا زي حادثة أو مرض. النوع التاني خوف من جوانا احنا زي الخوف من الرفض أو الخوف من الفشل. انت اللي عملت الخوف ده. بس لو ركزت في كل أنواع الخوف دي هتلاقيها دايما راجعة لفكرة واحدة: أنا مش هعرف أتعامل مع الموقف ده لو حصل. الفكرة دي لو اتكررت في دماغك هتصدقها وهتبقى الواقع بتاعك. الخوف هيسيطر عليك في كل لحظة. لكن لو صدقت إنك تقدر تتعامل مع أي موقف، ولو موقف خرج عن إرادتك يبقى تسيبها على ربنا وهو مش هيسيبك، وقتها مفيش حاجة هتخوفك. عشان توصل للمرحلة دي لازم تغير نظرتك للخوف، ما تشوفوش كحاجة كبيرة وصعبة وعمرها ما هتتحل. في حاجات فعلا حصلت لينا كانت خارج عن إرادتنا، بس السؤال الحقيقي مش إيه اللي حصل، السؤال هو أنا هعمل إيه دلوقتي. لو فضلت تشكي طول الوقت وتعيش دور الضحية وتقول ليه حصل كده، اشمعنى أنا، يبقى أنت بتضيع وقتك وطاقتك على الفاضي. بدل كده ركز في إيه اللي أنا اتعلمته، إيه اللي اتغير فيا. أصلا مفيش حاجة في الدنيا بتحصل عبث، كل تجربة سواء حلوة أو وحشة فإحنا بنتعلم من المواقف والتجارب دي. بعدين اسأل نفسك أقدر أعمل إيه دلوقتي عشان أغير الوضع اللي أنا فيه. أنت مش ضحية للظروف اللي حواليك. مكانك اللي أنت فيه دلوقتي مش بسبب تعليمك ولا البلد اللي أنت عايش فيها ولا الاقتصاد. ممكن تكون الحاجات دي في نظرك مش أحسن حاجة. طب تمام، هتعمل إيه؟ هتكمل في الوضع اللي مش عاجبك ولا هتعمل حاجة تخرجك منه؟ حاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة وانت مصدق انك هتخرج من الوضع ده. صدقني اكتر حاجة هتلاحظها في الناس اللي غيروا حياتهم وحققوا هدفهم كان المشترك بينهم انهم كانوا مصدقين انهم هيوصلوا، كانوا حاسين ان هم يستحقوا الاحسن، يستحقوا الحاجة اللي عايزينها ديت. فعايزاك تعرف ان انت في المكان ده سبب اختياراتك، وبنسبة كبيرة كمان لانك خفت تاخد خطوة تطلعك من اللي انت فيه. فعلشان حياتك تتغير لازم تتحمل مسؤولية كل حاجة بتحصل لك. يعني تبطل تلوم الناس حواليك على حياتك اللي انت عايشها. احنا كلنا بنعمل كده، نلوم الأهل والظروف والبلد. أسهل حاجة ممكن تعملها إنك تلوم الظروف، بس ده مش هيخرجك من اللي انت فيه. مش عاجبك شغلك؟ ما تلومش اللي حواليك، انت اللي قررت تكمل في الشغل ده. بدل ده اعمل خطة ازاي اشتغل حاجة بحبها. هتبدأ مع نفسك تهيئ الظروف حواليك خطوة ورا خطوة، هتلاقي الحل. وبعد ما تلاقي الحل والظروف اتهيئت هتسيب الشغل اللي مش عاجبك وهتبدأ تشتغل حاجة انت بتحبها وبتحب تعملها، مش هتبقى عبء عليك. دور الضحية وإنك تقعد تشكي من الظروف مش هيغير الواقع. لو عايز تغيره قدامك 3 حلول تمشيهم بالترتيب. أول حاجة، حاول تغير الوضع. شوف إيه اللي ممكن تعمله، اتحمل المسؤولية واقترح على نفسك حلول. اعمل خطة، ساعتها ممكن فعلا تطلع من الوضع اللي مش عاجبك. طب لو ده مش ممكن لأن الموضوع خارج إرادتك وخارج تحكمك، الحل التاني إنك تسيب الموضوع ده وتمشي.
لو شايف إن مفيش فايدة سيب الاتجاه ده خالص، ابدأ خطة جديدة، غير الخطة، اعمل خطة توصلك لنفس الهدف من طريق تاني، طور مهاراتك واشتغل على نفسك عشان تلاقي فرصة أحسن. الحل التالت وهو حاجة مش منفصلة، هو حاجة انت بتطبقها سواء مع الحل الأول أو الحل التاني، وهي إنك تبطل تشتكي. لو هتسألني الشكوى بالنسبة لي إيه، هقولك هي وقت انت بتضيعه وبتخلي حالتك أسوأ، يعني حاجة كده تكره بيها نفسك. طب بدل ما تخسر كل ده تقبل الواقع زي ما هو، حتى لو في حاجات سلبية اتعلم منها. لو بدأت تبص للحياة على إنها رحلة بتتعلم فيها، هتلاقي إن كل غلطة، كل موقف سلبي هو جزء من إنك تبقى أحسن وأقوى. كل حاجة كانت بالنسبة لك فشل هي في الحقيقة درس لو استغلتها صح. في ناس بتلوم نفسها زيادة عن اللزوم لحد ما يزهقوا من كل حاجة ويبطلوا يحاولوا، يبطلوا يجربوا، يبطلوا يتعلموا. فبلاش جلد الذات ده، انت اللي هتخسر في الآخر. عشان تعيش حياة هادية وبعيدة عن التوتر والخوف، ابدأ بإنك تتحمل مسؤولية حياتك من غير ما تلوم نفسك أو تعيش دور الضحية. وافتكر دايما إن كل مشكلة بنمر بيها حد قبلنا عدى بيها، مفيش مشكلة في الدنيا فريدة من نوعها ومعدتش على حد قبل كده. بس اللي بيحصل إننا بندي الأمور أكبر من حجمها، بنتخيل أسوأ سيناريو، والمخ بقى يبدأ يألف أفكار سودة، وفجأة مشكلة صغيرة بتتحول في دماغنا الموضوع مش عارفين نعديه. أوقات الخوف والقلق مش بيكون مصدرهم اللي بيحصل حواليك، لكن من الطريقة اللي ادينا بيها الموضوع أكبر من حجمه. ما تشغلش بالك بالحاجات اللي مش في إيدك. ساعات لما الدنيا بتبوظ إحنا بنبقى أعداء نفسنا. ليه؟ لأن بنركز على الحاجات اللي إحنا أصلا مش بنتحكم فيها، وده بيضيع وقت ومجهود على الفاضي. اللي المفروض تعمله إنك تركز على اللي تقدر تتحكم فيه فعليا. ومن أكتر الحاجات اللي بتضغط علينا هو إننا نفكر في رأي الناس فينا، هما شايفيني إزاي؟ طب هيقولوا عليا إيه لو فشلت؟ الحاجات دي مجرد التفكير فيها بيهدر طاقتك ومش هيساعدك في حاجة. ارجع خطوة لورا واسأل نفسك إيه اللي فعلا في إيدي؟ أنا أقدر أتصرف إزاي؟ أنا شايف نفسي إزاي؟ إيه اللي أنا عايزة أغيره في نفسي؟ أنا عايزة أعيش إزاي؟ الناس مش هتأذيك غير لو أنت سمحت لهم، رأيهم مش هينفعك ولا يضرك إلا لو عملت لكلامهم قيمة أكبر من حجمه الحقيقي. عيش بطريقتك، اعمل اللي شايفه صح، متخليش حد يتحكم فيك أو يأثر عليك أو يفرض عليك فكرة هو شايفها ما ينفعش تتغير. أهم حاجة لما تلاقي نفسك بدأت تقلق تفكر في حاجة واحدة، أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي؟ إحنا مش بنتحكم في النتائج، إحنا بنتحكم في أفعالنا وفي طريقة تفكيرنا. وعشان توصل لأي هدف في حياتك فالمفتاح هو الاستمرارية. يعني إيه؟ يعني كل يوم تطور من نفسك حتى لو بخطوة صغيرة، تتمرن، تقرأ، تتعلم، تشتغل على نفسك، تذاكر كل يوم حتى لو ب1% أحسن من ما كنت عليه امبارح. وده هدف بسيط بس واقعي. نقطة تانية لازم تكون واعي بيها إن الناس اللي حواليك برضو عندهم مخاوف، بس في نوع من الناس بيبقى تفكيرها سلبي جدا، بينقلوا المخاوف دي ليك سواء بقصد أو من غير قصد، يبدأوا يشككوك في نفسك وفي قراراتك ويزرعوا جواك أفكار سلبية مش بتاعتك أصلا. ابعد عن الناس دي أو قلل تعامل معاهم. عشان تبقى مركز على هدفك لازم تخلق حواليك بيئة إيجابية مناسبة. علاج الخوف الحقيقي هو إنك تعمل حاجة، هو إنك تحاول. أصل أنت لو ما خدتش خطوة عشان تعدل حياتك وتخرج من الوضع اللي مش عاجبك مفيش حاجة هتتغير، مش هتتحسن، مش هتطور من نفسك. فالمعادلة بتقول مفيش فعل يبقى مفيش حاجة هتتغير. شيء بديهي صح؟ يعني بطل تقول ليه حياتي مش بتتصلح وانت أصلا واقف مكانك ما بتعملش حاجة غير إنك تشتكي. أول ما تبدأ تتحرك حتى بخطوة بسيطة هتحس إنك تقدر تحل مشاكلك عادي وإنك بتعمل اللي عليك. مهما حصل في حياتك انت قدام قرار بسيط، يا هتحاول يا مش هتحاول. ده اللي تقدر تتحكم فيه، الفعل. فالاختيار في ايدك انك تعمل اللي عليك حتى لو خطوة بسيطة، حتى لو تحسن بسيط في يومك، بس اعمل اللي عليك.